ايه اللي بيحصل؟ النور بيطفي ويولع. اخيرا خرجت واخدت حريتي. الليلة دي مش هتعدي، ساعدوني، مش قادر اتحمل اللي بيحصل ده. انت بتدفع نتيجة فضولك ازاي؟ فضولك خلاك تفتح الصندوق. دلوقتي انت ملكي، مش هتقدر تخرج من هنا. دورك بقى تدخل الصندوق. انا طارق، شغلي بيخليني اسافر كتير، لكن المرة دي كانت اول مرة اروح مكان غريب زي ده. كان شارع هادي بعيد عن الزحمة، بس في حاجة غريبة كانت بتسحبني جوه. أهلا يا ابني، شايفك مش من هنا، ممكن أساعدك بحاجة؟ كنت بدور على حاجة غريبة، حاجة مفيش حد عنده زيها. اصلا انا من هواة الاحتفاظ بالحاجات النادرة والقديمة، ودايما بيبقى عندي فضول ليها. عندي حاجة مش هتلاقيها في أي مكان تاني، بس لو خدتها مش هتقدر تسيبها. حاجة زي اللعنة، انت ممكن تكون أقوى منها أو هي تكون أقوى منك، والأقوى فيكم هيغلب التاني. ايه كلام الروايات ده؟ بس شكلها قديم وعجبني، انا هاخدها. الراجل قال مفتحش الصندوق، ما يعرفش الفضول اللي عندي. وبعدين هو قال الاقوى فيكم هيغلب التاني، مهما كان اللي في الصندوق اكيد انا اقوى منه. مفيش حاجة هتحصل، انا كنت متأكد. خرجني، عايزة ألعب معاك، أنا زهقانة. ايه ده؟ الصوت ده منين؟ مين هنا؟ أنا هنا. خرجني بقى، عايزة ألعب معاك، ما تخافش مني. ويا ريتني ما سمعت كلامها. في لحظة كل حاجة اتشقلبت، معرفش ده حصل ازاي. ايه اللي بيحصل؟ النور بيطفي ويولع. أخيرا خرجت واخدت حريتي. الليلة دي مش هتعدي، ساعدوني، مش قادر اتحمل اللي بيحصل ده. انت بتدفع نتيجة فضولك ازاي؟ فضولك خلاك تفتح الصندوق. دلوقتي انت ملكي، مش هتقدر تخرج من هنا. دورك بقى تدخل الصندوق. ايه اللي انا عملته ده؟ انت كنت فاكر نفسك هتقدر عليا؟ دلوقتي عرفت انك مش هتقدر تهرب. كل خطوة هتاخدك اقرب لنهايتك.